الفيديو قصتي مع أول يوم مدرسة ثانوي ضرب قصتي مع أول يوم مدرسة ابتدائي. المدرسة اتفجرت. التليفون. وكل ده ولا حاجة، لأن اللي حصل معايا في أول يوم مدرسة ابتدائي محدش يتوقع. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وأرجوك كمل الفيديو للنهاية، وأتحداكم توصلوا الفيديو ده 50 لايك، وتوصل القناة من الفيديو ده 100 مشترك. لو فاكر إنها صعبة حاب أقول لك لأ، انتوا قد. قبل ما تسمعوا قصتي اسمعوا قصة يوسف، بس اوعى تطلع من الفيديو تمل، لأن قصة يوسف قصيرة جدا، فأسيبكم مع القصة. عندما ذهبت أول يوم مدرسة ابتدائي حصل يعني انت بصوا انا على بلاطة مش هعمل زي الفيديو اللي فات. بصراحة ما حضرتش أول يوم مدرسة ابتدائي، وحان الوقت ان تسمعوا قصة أحمد مع أول يوم مدرسة ابتدائي. عندما كنت في الصف الثاني لما كنت في تانية حضانة كنت بشوف اخويا رايح المدرسة الابتدائية، فبصراحة يعني كده غرت، لانه كنت بشوف ان انا طالب صغير وهو طالب كبير، طالب اللي هو طالب علم، طالب منك تكمل الفيديو للنهاية وتعمل لايك واشتراك. المهم ما خلصت تانية حضانة وبقيت كل شوية ازداد تشوق عن الاول، وجت الاجازة اللي هي بين تانية حضانة واولى ابتدائي. رحت لامي وقلت لها يلا يا أمي نجيب لبس المدرسة حالا. وردت امي وقالت لي مش دلوقتي يا ابني، خليها قبل المدرسة بيوم. وساعتها الصراحة زعلت يعني. عدت الايام ووصلنا لقبل المدرسة بيوم، ونزلنا ساعتها نجيب اللبس. وهوصف لك لما رجعت باليوم اللي قبل العيد، عارف لما بتيجي تنام وتحط لبسك جنبك وتنام جنبه؟ ايوه هو ده بالظبط. المهم بعد ما نمت صحيت كده صح. المهم نمت بعد كده صحيت ورحت المدرسة وبدأنا نعمل طابور الصباح، وبصراحة يعني كنا بنعك لأن مش متعودين على النظام ده. وبعد كده طلعنا للفصول وبدأت أول حصة، وأول ما دخل المدرس شرح لنا. بعد ما خلص الحصة يا جماعة قعد يفهمنا المدرسة وقال لنا يا جماعة انتوا بعد شوية هتنزلوا فسحة. فالمهم جت بنت يا جماعة وقالت له يعني هنتفسح على الكورنيش يا أستاذ؟ بعد كده يا جماعة المدرس قعد يعدي على الطلاب طالب ويشوف مين ضوافره طويلة. والمشكلة يا جماعة ان انا ساعتها كانت ضوافري ولا طويلة ولا قصيرة، اللي هو نص نص. وكل ما يلاقي طالب يا جماعة ضوافره طويلة يضربوا يا جماعة بالجلد اللي عارفين ان سير التكييف ده هي دي بالظبط. والمهم يا جماعة كل ما بقى يقرب مني انا ازداد توتر. بعد كده يا جماعة وصل للطالب اللي قبلي بالظبط، والحمد لله دخلت مس وقالت له حصتك خلصت يا استاذ. وانا ساعتها كنت بطير من الفرحة من جوايا. وبعد كده يا جماعة خلص اليوم الدراسي، وبعد ما خلص اليوم الدراسي يا جماعة رجعت على البيت مع اخويا كان معايا في نفس المدرسة. المهم روحت يا جماعة، واول ما دخلت البيت امي قالت لي ايه عملت يا ابني في اول يوم مدرسة ابتدائي؟ رديت وكان رد جميل وقلت لها يا رب المدرسة تتفجر يا ماما. والله كنت بتمنى اصحى الاقي المدرسة اتفجرت. وبس كده تكون خلصت قصتي وقصة يوسف مع أول يوم مدرسة ابتدائي. حابب أقول لك في النهاية إن إحنا هنعمل سلسلة عن أول يوم في تمرين في أي حاجة يعني، فارجع شوف أول فيديو في السلسلة، بصراحة كان جامد أوي. وبس كده يكون خلص فيديو النهاردة، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، ولو كملت لحد هنا اكتب في الكومنتات تم. ونشوفكم على خير بمغامرات خطيرة وتحديات غير.